ازيكم وعاملين ايه في مقارنة الايفون 17 برو ماكس ضد اقوى موبايل في عالم الاندرويد حاليا، السامسونج الجالاكسي الاس 26 الترا. المقارنة اللي بتستنوها من السنة للسنة، وانا بصراحة ببقى معاكم مستنيها، لان واحد قعد سنتين بيستخدم فئة الاس من سامسونج، بداية من الاس 22 بلس ثم ال 23 الترا ثم ال 25 الترا جربناه السنة اللي فاتت، وبعدين قعدت سنتين كاملين بستخدم الايفون من اول التجربة بتاعت ال 15 برو ماكس، ثم انتقلت لل 16 برو ماكس كموبايلي الرئيسي، وبعدين حاليا ال 17 برو ماكس بقى معايا داخل في شهرين ثلاثه. فجربت الحلو اللي هنا وجربت الوحش اللي هنا. فموضوع بقى اني اقارن لك بين الموبايلين دول، ده هيكشف لك انت بعيدا عن المواصفات اللي مكتوبه على الورق ايه العيوب اللي موجوده في كل فلاج شيب منهم، وايه اللي يخليك تقول لا انا هسيب الايفون واروح للالترا، والعكس صحيح، ايه اللي تسيب الالترا وتروح للايفون. بقول لكم ايه، خلونا بدون حرق كتير في المواصفات في المقدمه نخش على طول في اول تجربه، وهي التصميم. مين في الموبايلين دول هينقل لك احساس الفخامه الاعلى، ومين فيهم هيكون امن اكتر او اكثر صلابه من التاني؟ اظن ده الاهم من التصميم. تعالوا اما نعرف. بس استنى، رايح فين؟ عايزنا نخش كده من غير ما تعمل لنا اللايك الجميل وتشترك في القناه وانت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول، ومفيش مانع لو تسيب لنا كومنت لطيف كده يشجعنا على المحتوى ده. ويلا اما نبدا. بصوا بقى، احنا عارفين ان الشركتين لازقين في بعض. ابل شالت التيتانيوم بعد ما كان هو اكثر ماده صلبه واحسن ماتيريال نستخدمها في صناعه الموبايلات بتاعتنا، بقى عادي جدا وبقى تقيل وبيأثر على الشبكات والحراره، فنرجع تاني نستخدم الالومنيوم في ال 17 برو ماكس. سامسونج تقول لك طب والله لا استخدم كمان الالومنيوم انا كمان، وهرفع الموبايل بتاعي اكتر وهخلي وزنه اقل. طب ايه الاتنين زي بعض كده يعني مفيش فروقات؟ هقول لك لا، لان انت لو من الناس اللي يهمها الموبايل اللي ماسكاه يكون وزنه اخف سمكه انحف، فساعتها طبعا هتروح للالترا. بنتكلم في وزن 214 جرام وسمك 7.9 ملم. هنا الوزن اتقل بكتير ومرمي لورا كده، تحس الموبايل بيقع لورا بسبب بروز الكاميرات العملاق، واللي مخلي وزن الجهاز حوالي 233 جرام وسمك 8.8 ملم. ففرق اكتر من 1 ملي و20 جرام في الوزن، ده طبعا يخلي موضوع الخفه والمسكه الاريح تروح للالترا. بس لو بتتكلم بقى على الراحه المطلقه وواحد بيستخدم موبايل بايد واحده، هقول لك روح للايفون. الكيرفات هنا اعنف بشكل كبير جدا، فبالتالي مش تخرم لك كف ايدك لو فضلت ماسك الموبايل فتره طويله. بس انا ما اعرفش مين بصراحه بيمسك الموبايل ويستخدمه بايد واحده، يعني كلنا بنمسكه كده ونكتب كده نعمل كده، مفيش حد بيمسك الموبايل يستخدمه بايد واحده اصلا، نادرا. بس انا لو هرشح ماتيريالز او موبايل يكون اكثر امانا بالنسبه لي، هروح للايفون. وهنا قبل ما تهاجمني تعال اقول لك ليه. الايفون السنه دي جاي ببلوك كامل كده من المعدن او من الالومنيوم، بدايه من بروز الكاميرات للاطار للجزء المفرغ اللي هنا ده اللي حوالين قلب الجهاز. فبالتالي الظهر بتاع الموبايل ما بقاش بالكامل من الزجاج، بقى عندك الزجاج في النافذه اللي باللون المختلف الفاتح شويه ده، واللي عليها طبقه حمايه اسمها سيراميك شيل 2. اما السامسونج فبتتكلم في ظهر مصنوع بالكامل من الزجاج، فالاثنين دول في اختبارات السقوط شفنا تفوق كاسح للايفون على حساب السامسونج، اللي من اول وقعه الكسر بقى واضح جدا بالذات في الجزء السفلي من الموبايل. بالرغم ان سامسونج حاطه الفيكتس 2، ولكن بالنسبه لي انا تظل في النهايه زجاج مقابل جهاز ظهره بنسبه نقول 60% او 50% معدن، فاختار طبعا المعدن. والاثنين بنتكلم في نفس معيار مقاومه الميه اي بي 68. الايفون بس بيستحمل وقت اطول واعماق اكتر، بس في الحالتين لا انصح بانك تنزل اصلا موبايل من دول تحت الميه، لان الضمان مش مغطيه. فيا فرحتي انا استفدت ايه؟ انا حاجه كمان موجوده في السامسونج بالذات اصدارات الشرق الاوسط اللي موجوده السنه دي، انه بيدعم تركيب فيزيكال سيم او شريحه تقليديه عاديه. هنا كله اي سيم فقط، وانا كده بتكلم هنا عن النسخه الموجهه للشرق الاوسط. بس مش هعتبرها ميزه قوي لان الاي سيم بتادي نفس الغرض ونفس الشيء وكل حاجه. ملخص نقاط جولة التصميم دي، الايفون هياخد نقطة مهمة جدا جدا وهي نقطة الحماية والظهر الامتن، اما السامسونج هياخد نقطة عشان الوزن الاخف والسمك الانحف، ونص نقطة عشان موضوع الفيزيكال سيم لو لسه تهمك. يعني ممكن يبان لك ان الايفون نوعا ما كسب هنا جزئية التصميم بالرغم من النقاط الاقل اللي خدها، ولكن لما تقلب بقى الموبايلين دول على وشهم هتشوف المفروض واحدة من اروع الشاشات اللي موجودة في عالم الفلاج شيبس تقريبا. شاشات يعني مشاهدة محتوى، فرجة على افلام، فرجة على نتفليكس، يوتيوب، شاهد، كل الحاجات دي. فاحنا عايزين شاشه الوانها احلى، كونتراست امتع، ريزوليوشن اعلى بكتير، استحواذ اكبر، مفيش حاجه تقطع لي كده وتبوظ تجربه المشاهده. هنا يا اخويا هقول لك على طول روح للالترا. ليه بقى؟ مبدئيا شاشتين الموبايلين بنفس المقاس، نفس استحواذ الشاشه من الواجهه الاماميه 90.7%، ولكن ريزوليوشن او كثافه بكسلات اعلى بكتير في السامسونج، بنتكلم فرق 50 بكسل كاملين، هنا حوالي 500 بكسل لكل بوصه. اما الايفون فبتتكلم في 460 بكسل بس، واللي هيديك شاربنس او حده اعلى في قراءه النصوص. بس بلاش دي، عندك برضو ريزوليوشن اعلى، بنتكلم في 2K قصاد 1.5K بس في الايفون، ده غير الدايناميك ايلاند اللي هتبوظ لك شويه تجربه مشاهده المحتوى. هنا في السامسونج النوتش او البانش هول بتاعه الكاميرات بس، ده غير ان عندك في الالترا الانتي ريفلكتيف كوتنج اللي بيقلل انعكاسات على الموبايلات. يعني لو حطينا الموبايلين دول كده في وش الضوء زي ما انتم شايفين، دي شاشه السامسونج، هتلاقي انعكاس الضوء عليها اقل بكتير من اللي موجود في الايفون. ميزه كمان في شاشه السامسونج اللي ضفتها لنا السنه دي بقى البرايفسي ديسبلاي، واللي ناس كتير جدا هتروح تشتري وراحت اشترت بالفعل الالترا عشان بس الميزه دي. والميزه دي اللي بتخبي او بتزود لك الخصوصيه على الموبايل بتاعك، بحيث مفيش اي حد
متطفل مثلا معدي من جنبك او قاعد جنبك يقعد يرمي عينه في موبايلك كده ويشوف انت ايه الرسائل اللي بتجيلك وايه الحاجات دي كلها، وانت بتكلم مين وبتعمل ايه على الموبايل. ببساطه تقدر تفعل وضع البرايفسي ديسبلاي او شاشه الخصوصيه، وكمان شرحت اكتر عن الميزه دي وازاي بتشتغل وازاي تشغلها وكل التكنولوجيا بتاعتها وازاي تاخد اقصى استفاده منها في الفيديو اللي في الاي اللي فوق هنا في مراجعه الالترا. فميزه ثوريه زي دي مع الوان ودايناميك رينج وكونتراست وساتوريشن وحده في الالوان اعلى في السامسونج، ريزوليوشن اعلى، مقاومه انعكاسات اكتر، فبنتكلم في 4-0 في نقطه الشاشه بس. ولكن الميزه الوحيده اللي بيتفوق فيها الايفون على السامسونج في الشاشه هي سطوع التلقائي تحت شاشه الشمس بيوصل ل 3000 نيتس او 3000 شمعه، في السامسونج اخره بس 2600. تسمع الكلام تقول حلو وجميل والايفون يكسب في جزئيه السطوع دي، بس تحط لي الشاشتين جنب بعض خصوصا بعد نص ساعه من الاستخدام بس في الشمس، هنا ساعتها السامسونج بيتفوق واكتساح. الايفون بيقلل السطوع، ممكن نقول ايه يعني للتلتين، في تلت السطوع بيطير كده في الايفون مش عارف بيروح فين. فكنت هديله نقطه عشان السطوع الاعلى، بس راحت منه لانه بعد نص ساعه انا بفقد الميزه دي. فاحسبها ليه يعني؟ هي اصلا هي معموله عشان الاستخدام تحت الشمس، فاكيد انا مش هنزل للشمس نص ساعه بجرب الموبايل واطلع، ما انا هيبقى يومي كله في الشمس. ففي جوله الشاشه اكتساح تام للسامسونج على حساب الايفون. طيب اللي بيكمل لنا تجربه مشاهده المحتوى هي التجربه الصوتيه. مين يا عم عمر عجبك الصوت بتاعه اكتر من التاني؟ هقول لك والله الاثنين بيقدموا تجربه صوتيه بريميوم كده ومميزه. ثواني انا فتحت الفلاش بالغلط. الاثنين بيقدموا تجربه صوتيه بريميوم، الاثنين اصواتهم فخمه، صوت عالي مجسم، يديك كده تجربه جميله تطرب ودنك كده. بس لو هدي تفوق بسيط لواحد عن التاني هختار الايفون. ممكن اقول بفرق فعلا لا يذكر، بس ممكن نقول 5% مثلا، فرق فعلا بسيط جدا، بس كنت بحسه في اوقات معينه وفي فيديوهات معينه بلاقي الايفون بيديني تجربه صوتيه البيس فيها اقوى شويه من اللي في السامسونج. فنقطه الصوت هياخدها الايفون ولكن بفرق لا يذكر. عندنا بقى ايه شويه مستشعرات وشويه كده مزايا تانية موجوده في الموبايلين، ومزايا مقصود بيها هنا حاجه زي الاس بن اللي موجود في السامسونج، وده القلم اللي بتطلعه كده وتكتب بيه بقى اي نوتس، في ناس كتير بتستخدمه في الموضوع ده، او تعمل بيه سكتشات خفيفه كده وبسيطه، او تعدل بيه على الصور بتاعتك، يعني ليه استخدامات لطيفه كده ممكن تستخدمه. وعندك ان اف سي للدفع اللاتلاموسي في السامسونج، تدفع بيه كروت الغاز والعدادات والكلام ده كله. وكمان عندك التراسونيك فينجر برينت سنسور قارئ بصمه صاروخي سريع جدا فتح الجهاز تقريبا ولا غلطه، ومن اسرع البصمات اللي ممكن تجربها في الاندرويد. ولكن الايفون بقى عنده شويه فيتشرز اكتر بكتير من اللي موجودين في السامسونج بصراحه. عندك الماك سيف او المغناطيس اللي موجود على ظهر الموبايل اللي بتعلق فيه الاكسسوارات بتاعتك زي الباور بانك او الجراب او المحفظه اللي بيتحط فيها الكروت بتاعتك. عندك برضو ان اف سي، ولكن عندنا هنا ابل باي شغال فعلا في مصر، عارف انه شغال بره مصر، الناس اللي بتشوف بره مصر فاعتبروا النقطه دي ايه تعادل، ولكن في مصر هنا الابل باي شغال وبقاله فتره كبيره وفعلا عملي جدا ويستاهل انك ممكن تجيب الايفون عشانه. انك تعمل مدفوعاتك من غير ما تكون شايل كروت البنك في جيبك دي حاجه حلوه. عندك زراير اختصارات روشه قوي تخصصهم براحتك زي الاكشن بutton، الزرار الخاص بالسايلنت مثلا تعمله سايلنت سويتش، او مثلا تقلبه يفتح لك الكاميرا، يشغل لك الفلاش، يعمل لك اي حاجه انت عايزها، او الكاميرا كنترول اللي في ناس بتستخدمه في التصوير وعمل الزوم وانك تقرب وتبعد والكلام ده كله، كلها اختصارات لذيذه وموجوده. والامان والحمايه في الايفون هو الفيس اي دي، واللي هو بصراحه جميل وكل حاجه وعملي جدا في الضلمه بالنهار باي حاجه ايدك متوسخه او لا هتقدر تفتح الموبايل. ولكن مشكلتي معاه ان اوقات كتير مثلا ابقى ماسك الموبايل كده وعايز افتحه، لازم اعمل كده، بص يعني لازم اقلب ايه بزاويه 90 عشان يشوف وشي. واوقات تانية كتير ابقى مثلا بفتح الجهاز وهو شايفني بس ما يرضاش يفتح، فاضطر افتحه بالباسورد مع انه مش بيديني اي تنبيه او اي حاجه. فبالنسبه لي انا اللي هياخد نقطه او جوله الدلع دي والحاجات الفيتشرز الثانويه كده، نقطه لصالح السامسونج عشان اس بن، ونقطه ثانيه عشان انا بحب الموبايل اللي ماسكه يكون فيه قارئ بصمه، ما احبش الفيس اي دي بالنسبه لي انا، ده راي شخصي، ما احبش لان اغلب وقتي بكون بستخدم الموبايل وهو على مكتب، فمش بحب دايما ان انا ارفع الموبايل مثلا عشان اعمل حاجه سريعه وكده، لا عايز وانا في المكتب كده اعمل ايه حاجه على السريع وخلاص، مش لازم ارفعه لوشي يعني. بس دي تفضيلات شخصيه، انت ممكن مع نفسك تاخد النقطه من هنا تنقلها لهنا، انت حر مش هختلف معاك فيها. فبتتكلم في نقطتين للسامسونج قصاد نقطه عشان الماك سيف للايفون، نقطه عشان الابل باي واللي شغال في مصر دي ممكن لو في بلدك موجود فتشيلها عادي، نقطه ثالثه عشان الزراير الخاصه بالاختصارات وانك ممكن تخصصها في اي وقت. ف3 2 هنا. افردي ظهرك كده عشان هنخش على اهم جوانب موجوده في المراجعه النهارده او في مقارنه النهارده، واول جزئيه منهم وهي جزئيه السوفت وير او نظام التشغيل الموجود في الجهازين. طبعا كلنا عارفين النظامين هنا مختلفين كليا، بنتكلم هنا في الاي او اس 26.1 احدث تحديث موجود دلوقتي، اما السامسونج جايب اندرويد 16 احدث اندرويد موجود مع احدث واجهه من سامسونج الوان يو اي 8.5. الاثنين نقدر نقول من اكتر الواجهات استقرارا في العالم حاليا في عالم الهواتف. الاي او اس ستيبل جدا واوبتمايزد على اغلب البرامج ما عدا بعض الجلتشات اللي بتحصل في الواتساب في الجيميل احيانا كده من وقت للتاني في فيسبوك، مش دايما بتحصل بصراحه. اما الوان يو اي فهو كذلك واجهه مستقره جدا 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 جميله تحب قوي تمسكها، وبيحصل فيها برضو بعض التهيسات عادي جدا حصلت معايا في
الجيميل كذا مره. بس النقطه الجوهريه واللي بعيدا عن الاستقرار والكلام ده كله، اكيد احنا مش دافعين 70000 جنيه عشان الموبايل بيهنج يعني، او اكيد الاثنين ما بيهنجوش، بس بنتكلم بقى في الفيتشرز او المزايا اللي هيقدمها لك كل سوفت وير عن التاني. السوفت وير اللي في سامسونج بالنسبه لي انا اقوى بكتير جدا جدا من الايفون، عشان حاجه واحده، الاي اي الجالاكسي اي يا جماعه متوغل في النظام كله بشكل مش طبيعي، فعلا عملي جدا 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 على الاقل معايا انا. حاجه زي الفوتو اسيست واللي بتعدل بيها الصور بتاعتك في ثواني، تمسح بقى اي عنصر غير مرغوب فيه في الصوره، تعمل سكتش سريع كده وهو يحوله لك لواقع، او حتى تعمل اديت على الصوره، او حتى اكنك بتتعامل مع جيميناي او نانو بنانا تكتب له اللي انت عايزه وهيحوله لك للصوره حقيقيه. عندك اوديو اريزر بيشيل شويه دوشه اللي موجوده في الخلفيه، ولكن بصراحه اللي في الايفون اقوى. عندك ممكن تعمل هايلايتس برضو النوتيفيكيشنز اللي بتجيلك ويلخصها لك ويعمل لك هايلايتس كده لاهم النوتيفيكيشنز الموجوده، او يلخص لك الاشعارات يعني اللي جات لك. ده غير ان الاندرويد مصدر مفتوح، تقدر تنزل تطبيقات من اي حته براحتك، مش شرط يكون البرنامج موجود على البلاي ستور او المخصص لجهازك. ممكن يقول لك مثلا جهازك لا يدعم البتاع ده، هتروح تنزل اي بي كي فايل من جوجل عادي جدا، من اي بي كي ميرور من اي حته وهينزل عادي. عندك ميزه ثوريه زي سامسونج ديكس واللي بتحول لك اي شاشه لتقريبا كمبيوتر او ديسكتوب محمول. واخيرا الكليب بورد اللي موجود في الكيبورد وتقدر تحفظ فيه كم رهيب من النصوص بتاعتك او الحاجات الرسائل اللي بتستخدمها على طول. يعني انا مثلا في شغلي دايما ببعت مثلا لحد معين او موبايل انا عارضه للبيع، احب اخد مثلا مواصفات الموبايل واكون مسيبها في الكيبورد، بحيث اي حد يسالني عن الموبايل او حد عايز يشتريه ابعت له على طول الرساله ثابته، مش لازم كل مره اعيد الكلام من الاول. ده غير ان انا مش مسجل على الكيبورد مواصفات موبايل بس، انا ممكن اسجل ارقام، ممكن اسجل رسائل او حاجات ايميلات ابعتها للشركات وتكون ثابته عندي. الكليب بورد عملي جدا جدا ومن اهم المزايا اللي انا مفتقدها مع الايفون. ده غير ان الايفون في موضوع الاي اي والابل انتليجنس بتاعه ده تقريبا لسه ما جاش، حتى في مسح العناصر اللي غير مرغوب فيها في الصوره تقريبا لسه يعني مش مجمع الدنيا. احنا في 2026 ولا 2015، هو لسه ما جاش. فالايفون في جزئيه السوفت وير دي بالنسبه لي انا مش هياخد غير نقطه واحده بس، عشان الاوديو ميكس اللي موجود فيه بيمسح الصوت او الدوشه اللي في الصوت بشكل دقيق وعملي جدا جدا. اما سامسونج نقطه بسبب ان هو نظام مفتوح المصدر وفيه حريه اكتر بكتير، نقطه ثانيه بسبب مزايا او كم في اي فيتشرز اللي مغرقه السوفت وير، والميزه الثالثه عشان السامسونج ديكس. ففي السوفت وير 3-1 للالترا. بالنسبه للمعالجات او البروسيسورز اللي موجوده في الموبايلين، للاسف ما اقدرش احط لك مثلا صوره من انتوتو هنا وصوره من انتوتو هنا واقول لك ده بيطلع ارقام اعلى فده كده احسن، ولا اجيب لك صوره مثلا من جيك بنش 6 واقول لك هنا الارقام اعلى وهنا الارقام اقل. لان المشكله البرامج دي كل واحد فيهم بيبقى معمول مخصص او اوبتمايزد للسوفت وير هنا مع المعالج اللي معمول هنا، لان دي معماريه ودي معماريه ثانيه خالص. كوالكوم بتستخدم نظام، والاي بايونيك سيريز او معالجات الاي من ابل بنظام او معماريه ثانيه خالص. فهنا احنا ممكن نقارن ال 17 برو ماكس مثلا بال 16 برو ماكس بالايفون اكس القديم، ولكن الالترا مش هنقدر نقارنه بيه. ده غير ان انت اصلا بتتكلم في اقوى معالجين في العالم، السناب دراجون 8 اليت جن 5 4 جالاكسي والاي 19 برو، فمعالجات يعني سفاحه. بنتكلم في 120 فريم ببجي، لو بنتكلم كده بيعملوها بصباع رجلهم الشمال بنص الاداء اصلا. بس النقطه هنا ولاول مره هديها للايفون لسبب واحد، وهو جزئيه الحراره، وده على غير العاده. السامسونج بيسخن لحد درجه معينه، وكانت دايما حرارته اعلى لما جربت احط الموبايلين جنب بعض وافتح فيديو لمده ساعه. عملت سكرين ريكوردنج 4K بالموبايلين لمده ساعه كامله، وقعدت اقيس الحرارات. دايما كل مره حراره الايفون اقل وصرفه للطاقه اهدى واعقل شويه. السامسونج كان اكنه اتجنن، وخلال الساعه دي نزل 12% كاملين، الايفون نزل حوالي 15 ل 17%، في فرق بينهم 5% كاملين. ده غير ان السامسونج لو انت ما شفتش مراجعه الالترا الكامله بيعمل ثروتلينج عنيف شويه على المعالج. فجزئيه البروسيسور والاول مره بالنسبه لي انا هديها للايفون. بحب سامسونج والله انتوا عارفين، بس المشاعر دي ما تفرقش معايا في المقارنات الصراحه. الجزئيه بقى اللي قبل الاخيره واللي كلكم مستنيينها هي مقارنه او صراع الكاميرات والتصوير، لان ابل وسامسونج طول عمرهم راس براس كده، ده يقول لك انا عندي فيديوهات احسن، وده يقول لك انا عندي تصوير صور ثابته افضل، ده يقول لك انا اتحسنت مش عارف فين، ده يقول لك انا عندي صور ليليه افضل. فمقارنه عنيفه هنشوفها دلوقتي ان شاء الله بين الموبايلين، لان فعلا المقارنه كانت صعبه. بس بالنسبه للمواصفات بقى واهم السبيكس اللي موجوده في كل كاميرا عن الثانيه، فالارقام كتير جدا هسيبها لكم كده مكتوبه على الشاشه، مش هقعد اصدعكم بيها، انتوا اكيد عارفينها اصلا وحفظتوها صم اكتر مني، فخلينا نمسك التجربه. نيجي بقى لحرب الكاميرات اللي ما بتخلصش، سامسونج ولا ايفون السنه دي؟ بعد ما شفنا ابل بتغير مستشعر السيلفي وعامله سنسور ضخم، وسامسونج اللي كبرت فتحات العدسات بتاعتها عشان تدينا صور ليليه افضل، فخلونا نشوف بقى على ارض الواقع مين اللي هيكسب. بصوا بقى، بالنسبه للصور بالكاميرات الرئيسيه فانتوا لازم تحتاروا معايا، بذمتكم انتوا لو بتتفرجوا على المنظر ده هتختاروا مين؟ الاتنين ممتازين،
الاتنين من انضف الكاميرات اللي ممكن تمسكها في 2026. بس هنعمل ايه يعني؟ هنقضيها تعادل؟ الاتنين دايما شبه بعض كده؟ بص، اصل الاتنين مقدمين HDR مثالي، والاتنين بيقدمين معالجة سحاب وسما ممتازين، وكمان تفاصيل حلوة قوي وطبيعية كده. بس بحس شوية ان تفاصيل صور الايفون اعلى لانه بيصور بال 24 ميجا بكسل. السامسونج لازم بقى افعل وضع ال 50 او ال 200 ميجا بكسل عشان تتفوق على صور الايفون في التفاصيل، لان الوضع الافتراضي بتاع السامسونج بيصور ب 12 ميجا بكسل فقط. لكن الحاجة التانية بقى بعيدا عن التفاصيل هي الالوان. بصوا، ما اكدبش عليكم، الايفون كالعاده الوان واقعيه اكتر من التاني، لان الارض مثلا ما كانتش بالخضار الزاهي والمشبع اللي انتوا شايفينه في صور السامسونج ده. فيهمك صور لاندسكيب وطبيعه احلى تنزل على طول، هروح طبعا للسامسونج. يهمك واقعيه بقى وتفاصيل اعلى بفرق بسيط خالص، يبقى الايفون. طب هل التصوير بقى الليلي اتحسن بعد كل التطويرات دي؟ الحقيقه يعني بس لسه شويه. بصوا، صور السامسونج بالليل اضاءتها اعلى، دايما الاضاءه فيها شكلها احلى، الصور شكلها اجمل للعين، المعالجه بتاعت الصوره بشكل عام حلوه كده واتحسنت بشكل طفيف عن الاس 25 الترا. ولكن الايفون لسه تفاصيله اعلى حتى بالليل، وبياخد وقت اقصر شويه في التقاط الصوره. ده غير ان الصور برضو الكونتراست فيها افضل واحلى كده. والكلام ده مش على الاساسيه بس، بتكلم كمان على باقي العدسات، سواء ال 3 اكس او ال 5 اكس، نفس اسلوب المعالجه، اضاءه افضل وشكل بشره احلى في الالترا، وكونتراست وحده اكتر كده في الايفون. فبالنسبه لي انا التصوير الليلي كتفاصيل هيروح للايفون، كشكل احلى برضو هيروح للسامسونج. طب لو جينا بقى لاهم اجزاء حرب الكاميرات دي، وهي البورتريهات وتصوير الاشخاص. بصوا، السنه دي الموضوع بقى اصعب من كل سنه. سامسونج عماله بتقرب للوك بتاع معالجه الايفون. الصور العزل فيها جميل، صحيح في الموبايلين الاتنين هو اضعف من الهواتف الرائده الصينيه خلاص، ولكنه لا يزال جميل يعني، خصوصا مع ال 3 اكس او ال 5 اكس في السامسونج او ال 4 اكس اللي في الايفون. بصوا، في رايي انا بورتريهات السامسونج احلى كصور تنزل على طول على السوشيال ميديا. صور مش محتاجه اي تعديل، الوانها جميله، سيتويشن محترم، الوش تحسه متلمع كده. بس الايفون تاني هو الخيار الواقعي، الوان طبيعيه كده وتفاصيل اعلى برضو. بس زي ما قلت لك عن نفسي، لو بنزل صوره منهم طبعا هختار السامسونج. اما في الاضاءات الضعيفه بقى ما اعرفش، بحس الايفون بيبوظ الوش شويه. بص انت حتى الفرق بعينك، بعيدا عن جو الواقعيه والكلام ده كله، بس سامسونج احلى، شكل الوش اجمل، وفي اغلب الصور مش في صوره واحده بس، من غير زوم كده، من غير اي حاجه، هي الصور من بره شكلها احلى في السامسونج. ففي البورتريهات التفاصيل الايفون هياخد نقطه، وسامسونج هياخد نقطتين، نقطه بسبب المعالجه الاحلى والالوان الاحلى، وتاني نقطه بسبب التصوير الليلي الافضل. بس انا عايز رايكم في الجزئيه دي بالذات، لو قدامك الصورتين دول هتنزل مين فيهم وليه؟ صور بقى الالترا وايد في الموبايلين فهي 50 ميجا بكسل، الاثنين بنفس الوسع 120 درجه تقريبا، فرق الحده بينهم محدود جدا، صعب قوي تعرف الفرق بينهم. بس لو عملت زوم بقى تلاقي الايفون يكسب بفرق طفيف خالص، وبرضه في الحده والتفاصيل، وافضل سنه في التعامل مع الهايلايتس، وده باين في الاماكن المضيئه اللي في الصوره دي. فالنقطه هنا هتروح للايفون بفرق طفيف قوي. السيلفي بقى بصوا بلا نقاش هديها للايفون، مش لحاجه، بس الصوره دي مثلا بالليل تلخص كل شيء، الوان احلى، معالجه وتفاصيل بالليل، السنسور الكبير من الاخر في الايفون يكسب هنا. لكن بالنهار بقى وفي الاضاءه العاليه ممكن نتخانق. الايفون تفاصيله طبيعيه اكتر، ومفيش الاوفر شاربنس او الحده الزايده اللي بتنتج عن المعالجه. لكن في سامسونج بقى كم تفاصيل اعلى بكتير، بس باين انها فيها جزء كبير طالع من المعالجه مش تفاصيل واقعيه. بس حتى بالرغم انها معالجه، ولكن انا بالنهار حبيتها اكتر. بس دي اذواق يعني، كل واحد يختار اللوك اللي يعجبه. بالنسبه لي انا السامسونج هياخد نقطه لاني حبيت اكتر الصور بتاعته بالنهار، اما الايفون هياخد نقطتين، نقطة بسبب المستشعر الكبير اللي بيخليك تاخد صورة واسعة قوي ومش موجودة في أي موبايل تاني موجود في العالم حاليا، وتاني نقطة بسبب التصوير الليلي الأفضل. أما في الفيديوهات بقى فلسه برضه هختار الأيفون، بالرغم من إن التثبيت في السامسونج مثلا خطير وخرافي، أنت لو إيدك بتتهز ففرحتك بموبايل زي ده. بس فيديوهات الأيفون بالنسبة لي كان النويز فيها أقل بكتير قوي، الالوان احلى، الشاربنس او التفاصيل اعلى، وحتى في تصوير اللوجز دول فيديوهين متصورين لوج خام بالموبايلين. انا طبعا لو انت الفيديوهين دول في المونتاج، ودي النتيجه. انتوا شايفين بقى انهي الوان احلى، انهي تفاصيله اجمل؟ عن نفسي بالنسبه لي في تصوير الفيديو برضو السنه دي هروح للايفون، بس الفرق او الجاب عماله بتقل. ويلا بينا بقى نقفل المقارنه دي. واخر جزئيه معانا واللي الشركتين منشفين راسهم فيها كده هي جزئيه البطاريات والشحن. مين في الجهازين دول يقضي معاك اليوم كامل، مين يخش معاك لليوم التاني، مين بيشحن اسرع، ده اللي هنعرفه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده سامسونج زي ما قلنا للسنه ال200 على التوالي نفس البطاريه ال 5000 ملي امبير اور، ما اتغيرتش من قديم الازل. اما ابل كل سنه بتمن علينا ب 400 ملي امبير اور زياده، 500 زياده، الكلام ده كله، فوصلنا هنا ل 5080 في النسخه الاي سيم اللي ما فيهاش شريحه تقليديه، مع قدره شحن في السامسونج بتوصل ل 60 واط. ده التطوير الحقيقي اللي حصل السنه دي، واللي بيخليك الجهاز ده بيشحن بالكامل من 0 ل 100% في حوالي 50 دقيقه تقريبا، فده رقم ممتاز ومحترم قوي ما شفناهوش بقالنا كتير من سامسونج.
اما الايفون لسه عند ال 40 واط، وده بيشحن بالكامل من 0 لل 100% في حوالي ساعه لساعه و10 دقائق في الرينج ده غير ان الايفون برضه بيشحن لك 50% في تلت ساعه، اما في نص ساعه بقى هتاخد 75% في الالترا. ففي سرعه الشحن الالترا السنه دي يكسب وفرق كبير. اما بقى في اداء البطاريات، وبغض النظر عن كل المقارنات، طبعا اللي عملوا المقارنات دول يحترموا، والناس منهم ناس قنواتهم اكبر مني بكتير، وناس عندهم خبره ممكن اكتر مني، ولكن من تجربتي انا الشخصيه وقناعتي الشخصيه السنه دي وعلى غير برضو العاده الايفون هيكسب في الجزئيه دي، لانه من تجربتي مره واتنين في سيناريوهات مختلفه. مره كنت تحت في الشارع، الموبايلين دول فاتح منهم اعلى برايتنس، مخلي السطوع فيهم على اقصى حاجه، وكنت فاتح هوت سبوت من الايفون للسامسونج. يعني الايفون هنا مفتوح فيه الداتا دي انتوا عارفين اكتر حاجه اصلا بتستهلك بطاريه، مع كمان هوت سبوت، الاثنين من هنا. وهنا فتح واي فاي بس، والاثنين كنت بصور بيهم نفس الصور. يعني مثلا ما نزلتش صورت الالترا لوحده، انا كنت بصور بالاثنين، كل صوره بصورها بهنا بروح اصورها بهنا، كل فيديو اصوره بهنا اروح اصور فيديو بهنا. جينا على اخر 20% لقيتهم اتشفطوا على السامسونج، اتشفطوا فعلا بشكل غبي. يعني انا كنت حاطط اصلا شغال بالباور بانك، شلته من الاثنين وقلت الموبايل ده في 17 وده في 18، الاثنين هيقضوا معايا ايه الساعه او الساعه ونص اللي انا قاعدهم، لان ساعه ولا ساعه ونص على موبايلات فلاج شيب المفروض هيقعدوا عادي جدا يعني. ولكن اتفاجئت ان هم ما كملوش الساعه اصلا، والسامسونج خلاص قال لي انا في 2%، وبعدين نزل لل 1%، وقال لي انا عايز اتشحن. السطوع بهت، كل حاجه خلاص ابتدت تقف وابتدت تضلم كده، عايز يتشحن. اما الايفون كان لسه فاضل له 10%. دي كانت التجربه الاولى. اما التجربه الثانيه، وان زي ما قلت لكم سبت الموبايلين بيصوروا لمده ساعه كامله، الايفون نزل فيها 15%، اما السامسونج نزل 22%. فانا عارف ان كلها استخدامات شخصيه، وكلها كل واحد حسب الاستخدام بتاعه. انا مثلا لو بلعب بالاثنين دول ببجي في نفس الوقت ممكن تختلف الموضوع ده، ممكن واحد استخدامه اغلب اليوم واي فاي بس ما فيش داتا، فهتلاقي الموبايل ده بيقعد معاه اكتر. كل واحد واستخداماته، ولكن في التجربتين بتوعي الايفون صمد معايا اكتر. فعشان كده في الجزئيه دي انا هكسب الايفون في جزئيه البطاريه، وهكسب السامسونج في سرعه الشحن الاعلى. ففي الحالتين دول بالنسبه لي تعادل. كده خلصنا المقارنه واتكلمنا عن اهم نقاط بتميز كل موبايل عن التاني. اللي ظاهر لكم دلوقتي ده السكور اللي جمعه كل موبايل. طبعا انت ما ينفعش تبني قرار شرائك بناء على السكور النهائي. يعني مثلا السامسونج جاب 20 نقطه وده جاب بس 10، فينفعش تقول لا ده اكتساح للسامسونج انا اروح اشتريه. لا، ليه بقى؟ لان ببساطه لو انت استخدامك مثلا تصوير فيديوز، فخلاص انت بالنسبه لك انت ممكن تحط ال 20 نقطه دول لصالح الايفون، ما هو ده اللي هيعمل لك اللي انت عايزه، فاهمني؟ فرضا كان الايفون هو اللي نقاطه اعلى وهو اللي كسب، بس انت عايز سوفت وير مفتوح وعايز مزايا الذكاء الاصطناعي، فساعتها خلاص الايفون ده بكل النقط اللي جمعها ولا تفرق معاك حاجه، هتروح للالترا. فكل واحد واستخدامه. بس لو حبيت الخص لك كل المميزات دي، او من الاخر الخص لك كل المقارنه دي، فانت لو شخص يهمك مشاهده المحتوى، عايز شاشه احلى واجمل لعينك كده، مهتم بميزه البرايفسي ديسبلاي، عايز شحن اسرع، موبايل اخف في الايد، يهمك قوي مزايا الذكاء الاصطناعي اللي موجوده في الجهاز، يهمك صور ليليه افضل، ساعتها هتروح وبدون تردد للسامسونج الجالاكسي الاس 26 الترا. ولكن يهمك تصوير الفيديو، كواليتي صوت افخم، موبايل اتقل في الايد وبيمسك سعره عند البيع، ودي نقطه مهمه بتهم ناس كتير انا عارف، وبطاريه افضل شويه، ساعتها تروح للايفون. يعني من الاخر الموبايل ده موبايل صناع المحتوى، غير كده يروحوا للالترا. ولكن زي ما بقول لكم في الاول وفي الاخر دي كلها اراء شخصيه. المهم رايك انت، اكتبوا لي تحت في الكومنتات، شايف مين في الموبايلين دول تفوق؟ شايف كاميرات مين احلى؟ شايف مين اكتر في المجمل كده يديك قيمه مقابل سعر؟ مهتم قوي اسمع رايكم، واسمع برضو رايكم في المقارنه دي كلها. وفي النهايه بفكرك اللايك بتاعك الجميل، وتشترك في القناه مشترك عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. وانا عمر، واشوفكم فيديو جديد، وسلام.